مشاهدينا ومتابعينا الغالين، اليوم حبيت أوضح طريقة استخدام بارود المخلفات الحربية بمجال تصنيع عتاد الصيد. هذا البارود أحد الأصدقاء زودته بالمعلومات الكافية لاستخدام هذا البارود، اللي هو بارود الأحادية 14.5 ملم. أعطيت المعلومات المطلوبة لاستخدام هذا البارود وتحضيره وطحنه، فما اقتنع بالمعلومات اللي أعطيتها له، فأخذ معلومات غير صحيحة يعني فما نجحت أدى الطريقة. فهذا البارود جابه إلي أبو رجال، جابه إلي قال هذا البارود ما صار عندي ما أجا، يعني خرب. اشتغل بمادة الثنر. طبعا أنا قلت له الثنر ما يفيد ومجربين يعني مش ما كان. اشتغل بالثنر بدل السبرتو. هذا السبرتو يعني مثل شوفه مثل الماء أو البنزين. هاي المادة تسهل عملية الطحن وتقلل من خطورة الانفجار أثناء الطحن، عملية الطحن. هسه راح نبلش. البارود راح نضيف هذا السبرتو. ما أضيف كمية هواي، شيء قليل أضيف من عده بحيث يبقى بهاي الحالة، بهاي الوضعية يبقى. راح أخليه يوم ثاني بحيث ألقاه ممتص المادة كلها، ممتصها وصار. طبعا هاي طريقة تحضيره وأخطاءه. الأخطاء مالته أولا يستخدم بهاي المادة، مادة السبرتو. ثانيا يكون بهاي العبوة أو السطل، وتكون من تنتهي من تحضيره تسده أو القفلة بصورة صحيحة، بصورة صحيحة القفلة، وتخلي صار راح أخليه ثاني يوم على مود أجي قام امتص هاي المادة. وبعدين راح أطحنه بطريقة الطاحونة، الآلة الطاحونة مثل ما احنا نسميها عندنا. لازم يكون البارود اللي تستخدمه وتخليه بهاي لازم ما يكون نسبة السبرتو أو مادة السبرتو أكثر من مستوى البارود، يعني تخلي له مادة زايدة راح يصير عجين. العجين بالطحن يتعب، لذلك أن يكون قياس شيء تخلي له شيء يصعد فوق من عده شيء قليل. مشاهدينا ومتابعينا الغالين، هذا البارود اللي تحدثت عنه وقلت بين أحد الأصدقاء زودته، طلب مني المعلومات عن طريقة الطحن، طحن البارود، فزودته بالمعلومات المطلوبة وناجحة وأمينة، يعني ما بها أي خطورة. فانطيت المعلومات اللي طلبها مني، فما اشتغل بها، اشتغل بغير طريقة حسب آراء الآخرين مثل ما أقول. فما اجى عنده عدل البارود وانتلف، فانطاني يا رجال قال اخذه لك بعد ما يفيدني. فانا نقعته من جديد بمادة الاسبرتو، نقعته وخليته، يعني مو ثنر،
هو اشتغله بثنر فانتلف عده وندمر ما نجح، فانا اشتغلته بالسبرتو مثل ما واضح. هذا صار بهذه الطريقة. هذا هسه حاليا راح اذبه بالطاحونة. هاي هي الطاحونة، هاي آلة الطحن اللي عندي، فما راح اشد القبق مالتها. هذا القبق مثل ما نقول احنا بالعراقي، القبق مالتها ما راح اشده، فراح اخلي هاي الكرتونة للامان. هاي الكرتونة راح اخليها للامان، بحيث اي غاز يصير او ضغط يصير بها اكو مجال اللي تتنفس وما تسبب انفجار. حاليا راح ابدش اضيف هذا البارود، راح اضيف البارود بهذه الطريقة. مثل ما واضح ضفت البارود حاليا، راح اخلي نسبة قليلة بحيث اوصل الفكرة. راح اشغل ادسه بهاي الطريقة. فهذا شوية خشن، بس هم لان شوية تأخرت عليه بالتنقية، انا لقيته وتركته صار بهاي الطريقة. بس هو عادي نعم، ما عليه اي تأثير. بعد يحتاج احنا بعدين راح اغربله وراح استخرج الشوائب مالته. بعدين اشرها بالشمس على مود تطلع منه هاي المادة، مادة الاسبرتو. هاي المادة تأخر الاشتعال، هاي المادة بواسطتها يتم تأخير اشتعال البارود وسهولة طحنه وعملية يعني امان.
طبعا مشاهدينا مثل ما واضح راح اضيف هاي الكمية. بعد رطب هو المفروض ينشر بالشمس نوب يتغربل، بس انا حبيت اغربل على مود اوصل الفكرة للمشاهدين. مثل ما واضح هاي كمية البارود اللي طلعت عندنا. هذا البارود ينشر بالشمس، بعدين من ينشر تخرج منه هاي المادة، مادة الاسبرتو، او ينشف منها مثل ما نقول، فيصبح جاهز للاستعمال. بارود طبعا كلش جيد، هو بارود مخلفات حربية، بارود الأحادية 14.5 ملم او 23 او 12.5، ماكو اشكال. او كان بارود المدفع، اما هذا مثل ما احنا نسميه القطوف او القطوف، هذا نسميه احنا بارود 57 مدفع 57. بارود ماله هم ناجح يعني بارود جيد جدا مثل ما واضح. هسه هذا حاليا عندنا. مشاهدينا ومتابعينا مثل ما واضح هذا البارود اللي استخرجته او طحنته او انتجته مثل ما نقول. حاليا راح انتهيت من الطحن، راح اخليه بالشمس، والغرض من هذا الشيء يعني اخليه بالشمس على مود ينشف من المادة اللي ضفتها لمادة الاسبرتو ويصبح جاهز للاستعمال. حاليا راح اشره بالشمس. مشاهدينا ومتابعينا الغالين، هذا البارود اللي انتجته وشريته بالشمس، وحاليا صار او اصبح جاهز للاستعمال مثل ما واضح. هذا حاليا اصبح جاهز للاستعمال. هاي طريقة طحن بارود المخلفات الحربية واستخراج منه البارود اللي يستخدم بمجال تصنيع هذا الصيد. مثل ما واضح حبيت اوصل معلومة للاخوة الصيادين يطلبون مني هذا الشيء، وانا خادم، واي شخص يحتاج اي معلومة عن هذا الشغل انا حاضر ومدلل وخادم له. تحياتي للجميع.